السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده. اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد الكيكه، وقلت علاش ما نشاركهاش مع البنات بمقادير بسيطه. بالنسبه للمقادير، هنايا عندي كاس ونص ديال السكر سنيده اللي هو نفسه الكاس يعني ديال العبار ديال كاس العنبه. عندي كاس ديال الزيت، وعندي هنايا واحد جوج خمارات. غندير هنايا خماره ونص اللي هي 3 ديال الخمارات ديال المغرب. يعني هاد الخماره البنات راه فيها 16 غرام، غندير غير خماره ونص انايا كتعطي 3 ديال المغرب. عندي جوج ديال البيضات، وعندي الكاكاو هنا غندير تقريبا 3 ديال المعالق، وعندي تمايا الفورس على حسب الخليط ما يكونش ثقيل. صافي هنايا غناخذ شي بول ولا شي حاجه هكايا فاش غادي نخلط، وغادي نطرف فيها داك البيض. يعني البيض البنات يكون هو بحراره المطبخ، من الاحسن ما يكونش بارده، كنجبدوه قبل بواحد ساعه ولا نص ساعه عاد نخدمو به. صافي هنايا البنات درت دوك جوج بيضات. يعني ما غنسم انا لا بفاني لا بقشر الحامض لا والو، نتوما بغيتو ديروا الفاني ديروه. صافي وغادي نضيف دوك البيضات، غادي نضيف لهم داك الكاس ونص ديال السكر سنيده، وغادي نخدم انايا غير بالطراب الطراب اليدوي. البنات الا بغيتو نتوما تخلطوا في الطراب ديال الضو يعني خلطوا، ولكن انا كنفضل يعني غير الطراب ديال اليد هكايا، يعني حتى هو الا خدمته مزيان راه كيطرب صراحه. صافي وغادي نبقى نخلط داك البيض وديك السنيده حتى كنحس بديك السنيده يعني بدات يعني كتذوب كتنسجم، ما بقاتش كيف ما كانت في الاول. ضروري البنات كتخلطوا مزيان باش كتحصلوا على واحد النتيجه اللي تكون زوينه، يعني كتكون الكيكه يعني قد ما طربتو مزيان الكيكه كتكون خفيفه ومهويه. صافي هنايا ضروري من هذه المرحله البنات نطرب مزيان. صافي وغادي نضيف داك الكاس ديال الزيت. يعني الكاس ديال الزيت هنايا كنضيفو يعني دفعه واحده. صافي وغادي نحاول حتى هو نطربو مزيان هنايا في سميتو مع هاد البيض والسكر، حتى هو ضروري كنطربوه. يعني ما كنديروش المقادير يعني دفعه واحده، كنطربو حاجه بحاجه. صافي ضروري كتخلطوا هنايا مزيان، يعني ضروري نخلط مزيان باش كتنسجم ليا ديك العناصر وكتجي الكيكه ديالي زوينه. يعني ما نزربش عليها في التطراب، نطرب يعني نعطيها حقها، ضروري نعطيوها حقها في التطراب. صافي هنايا البنات كيف ما كتشوفوا هنايا البنات خديت الماء اللي كيكون ماشي طايب ولكن سخون، حيت الا خديتوه طايب برضو البنات يقدر يطيب لكم الكيكه، ديالكم. صافي كتاخذوا هنايا الماء يكون شويه سخون، يعني يكون سخون. صافي وكديروه يعني كديروا كاس ونص ديال الماء. قلت لكم البنات ما يكونش دافي، يعني يكون سخون شويه وما يكونش طايب ثاني باش ما يطيبش البيض. صافي هنا كنضيف داك الكاس ونص ديال الماء، وكنحرك، ضروري كنحركو هنايا مزيان، يعني ضروري من تطراب مزيان. صافي وغادي نضيف هنايا البنات غادي نضيف الكاكاو. هنا الكاكاو البنات كتكون ليا فيه الحبيبات. درت هنايا هاد الكاس يعني فيه غربال لتحت، وغادي نغربل داك الكاكاو ودوك الخمارات حيت كتبقى ليا فيهم الحبيبات صراحه كيمحنوني فاش كنبقى نخدم. صافي هنايا غادي نعمر داك المعلقه، يعني تقريبا واحد 3 ديال المعالق لي كبارات، 3 ديال المعالق يعني يكونوا هكا بومبي باش كتجي ديك الكيكه كتجي يعني كحله، ماشي كيجي اللون ديالها غير شويه مارو، يعني تجي كحله كتجي احسن لا في المنظر ولا في كل شيء. صافي تقريبا 3 المعالق، غادي نغربلهم هنا في هذا الصفاي ونخلطهم البنات. صافي هنايا من بعد ما كملت ديك 3 المعالق، هنايا صراحه هذا يعني عملي هذا سميتو هذا الغربال، يعني كتوركي عليه في يدو في واحد اللعيبه واحد الحديده تيغربل يعني بالزربه. صافي وغادي نبدا نخلط البنات، ضروري ثاني ما كتخلطوا. ونضيف هنايا غنضيف الخمارات، يعني ما حد يعني غربلت الكاكاو وغادي نغربل حتى الخمارات ونضيفهم كاملين. هنا كيف ما شفتوا البنات الخمارات ضروري نغربلهم حيت فيهم واحد الحبيبات، وملي صراحه ما كنغربلهمش يعني كيمحنوني شويه في الخدمه، يعني ضروري تغربلوهم باش ما تبقاش داك التكتلات في الخليط. صافي يعني كيف ما شفتوا البنات هنا درت الخماره ودرت غير نص ديال الخماره، يعني الخماره الاخرى ما كملتهاش. ضروري الخماره الاخرى ما كتكملوش حيت يعني باش ديروا 3 ديال الخمارات. قلت لكم البنات ديك الخماره يعني فيها 16 غرام، كديروا غير النص ديالها. درت وحده كامله ودرت وحده النص اللي هي 3 الخمارات كتعطيك يعني كل خماره فيها 8 غرام.
صافي. وكنحاول هنايا كنطرب كنخلط يعني مزيان، ضروري تخلطي مزيان. انا صافي البنات يعني راه كيشتو غربلناه، يعني ما غتعذبنيش في الخدمه هنايا. كون ما غربلتوش يعني كتبقى داك الحبيبات ديال الكاكاو ديال الخميره كيبقاو يعني هكاك مكورين، واخا كتطربي تعيي وضروري ما كتلقاي ديك الخميره في الاخر يعني كتبقى. صافي هنا غنضيف الطحين البنات، الطحين ما غنعبروش، يعني الطحين من الاحسن الكيكه ما تكونش ثقيله بزاف. قد ما كانت الكيكه خفيفه قد ما كتكون يعني النتيجه احسن. صافي هنايا غادي نبقى كنغربل في داك، غنبقى كنغربل في داك الطحين هنايا حتى نحصل على واحد الكيكه اللي كتكون يعني خفيفه، يعني ما تدفعوش، ما ديروش يعني الدقيق يعني كامل دفعه واحده. يعني الدقيق ملي تشوفوها بدات كتقال صافي زيدوا غير بشويه بشويه باش ما تكونش يعني ثقيله بزاف. صافي انا هنايا اكتفيت البنات هاد الخليط كما شفتوا. الخليط يعني ما ثقيلش البنات، ما يكونش الخليط ثقيل باش تكون يعني الكيكه يعني تكون خفيفه، ما تجيش الكيكه يعني ملي طيب تجي كيكه ثقيله ومدقسه. صافي انا هذا هو الخليط اللي اكتفيت به، يعني خليط خفيف ما ثقيلش يعني بزاف. صافي. ومن بعد البنات خديت هذا المول الدائري، نتوما تقدروا ديروا مول مربع الا بغيتوها تجيكم يعني كبر من هذه، بغيتوها تجيكم يعني اعلى من هذه تقدروا ديروا مول صغر من هذا. صراحه البنات هذا المول راه كبير ويلاه جات فيه، يعني انا ما بغيتهاش عاليه بزاف، يعني جات مزيانه. الا بغيتو نتوما تجي عاليه بزاف يعني كديروا مول صغر من هذا، تقدروا ديروا داك المول المثقوب ولا المربع اللي بغيتو. صافي المول البنات دهنتو بالزبده ورشيتو بالطحين. صراحه هذا المول ما كيلصقش، زوينه البنات. وغادي نبقى كنصب فيه داك الخليط، يعني ديك الزلافه اللي هازه انا في يدي كنحاول نهزها الفوق باش كيخرج منها داك الهواء من الخليط. صافي وكنبقى كنصب في داك الخليط بشويه بشويه هكايا في الطاوه. من بعد البنات ما غنصب داك الخليط في الطاوه، انا الفران صراحه راني مشعلاه باش يسخن ليا. الفران كيكون يعني سخون فاش كندخلوا الكيكه كنقصوا ليها، يعني ما نخليوش الكيكه يعني ما نخليوش الفران مجهد باش ما كتحرقش لنا داك الكيكه ولا كتخطف، يعني كطيب من الداخل وتبقى معجنه من برا، كطيب من برا وتبقى معجنه يعني من الداخل. صافي. ومن بعد ما كنكب هذا الخليط البنات كنحاول ديك الطاوه يعني هكا نحركها بيديا باش كتجي مقاده ديك الكيكه، باش ما تجيناش من جهه عاليه وجهه هابطه. ضروري تقادوا البنات ديك سميتها، ضروري تقادوا هكا الطاوه بايديكم باش تجي الكيكه ديالكم متساويه. صافي. وكندخلوها للفران البنات، يعني الفران كل واحد عارف الطريقه ديال الطياب ديالو ديال الفران. ما كتكونش العافيه مجهده، العافيه يعني شويه يعني كتكون ناقصه باش كطيب لنا الكيكه على خاطر. صافي هنايا يعني راه المول متساوي فيه الكيكه. صافي ونديوه للفران ونخليها حتى كطيب تقريبا 30 دقيقه حتى 40 دقيقه وكنخرجوه. هنا البنات غادي نسقيها بالحليب. خديت الحليب هنايا اللي سخنته انا شويه وغادي نضيف ليه واحد المعلقه ونص ديال نسكافي. صراحه كيعجبني المذاق ديال القهوه. غادي ندير فيه هنايا يعني معلقه، وغادي نحاول نزيد تقريبا واحد نص ديال المعلقه هكا ديال القهوه. انا بصراحه ما درت الحليب فيه لا سكر لا والو، نتوما الا بغيتو تزيدوا الحلاوه يعني تقدروا تضيفوا السكر، انا ما ضفتش السكر، اكتفيت غير بالحليب وبديسكافي هكا. صافي. وغادي نخليه هنا ضروري البنات الكيكه يعني اما الكيكه تكون سخونه والحليب يكون بارد، يا اما الكيكه تكون بارده والحليب يكون سخون. هذه هي القاعده. صافي هنايا قلبت في هذه باش تساعدني باش نسقي دغيا. صافي. وغادي نبقى كنسقي فيها، يعني ضروري البنات كنسقيها مزيان باش كتجي شاربه وكتجي يعني معلكه. صافي كنسقيوها كنحاول نسقيها مزيان، نسقيها من جنب وبالاخص البنات الجناب، سقيو الجناب مزيان وسقيو حتى الوسط، يعني سقيوها مزيان وصافي. الكيكه هنا راه باقا سخونه والحليب كان يعني برد، الحليب يعني كان برد هنايا والكيكه كانت يلا خرجتها من الفران. صافي قلبتها في الطبسيل وخليتها. صافي هنايا من بعد البنات ما غادي نكمل ليها داك السقوه كامله، يعني غادي نسقيها ما غادي نخلي لها حتى شي بلاصه اللي تكون ناشفه. صافي كنخليها تبرد وكتشرب، يعني ضروري البنات تخليوها تشرب. الا زربتوا عليها في التزيين غادي تعجن لكم من الفوق، يعني ضروري تخليوها حتى كتشرب على خاطرها. عاد جيبوا زينوها. هنا البنات خديت واحد دانيس ديال الشوكولات غادي نديرو هنايا في هاد الكاسرونه. انا صراحه ما واخا درت هاد الدانيس ولكن راه ما كفانيش صراحه، واحد بان ليا قليل. يعني نتوما اللي كانت عندكم الكيكه صغيره راه واحد يكفاكم، انا صراحه بان ليا قليل. وغادي نزيد مازال نضيف واحد دانون اخر. صراحه واحد يعني جاني قليل، والكيكه عندي البنات راه الكيكه تبارك الله كبيره ماشي صغيره، يعني غادي نزيد مازال دانون اخر باش
يعطيوني صراحه واحد الكميه اللي تكون شويه كثيره. هنا البنات كانت تقطع لي هذا المقطع، راني يعني ضفت دانون الاخر، وريتكم في الاخر وريتكم الحكاك يعني جوج. وغادي تضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال الشوكولات، ماشي بالشرط يعني تكون نوتيلا ولا هذا، يعني الشوكولات ديال الدهن وصافي. انا الشوكولات كان هنا ما بقاش عندي، يعني هذاك الشيء اللي بقى عندي غادي نحيدو من القرعه ونديرو في سميته، ونديرو في الكاسرونه هنايا. صافي من بعد ما كنديرهم في الكاسرونه البنات كنخلطهم مزيان وكنديهم فوق البوطه، غير كيذوب ليا داك الشوكولات مع دانون وصافي. وكنجيبو هنايا صافي من بعد ما داب ليا داك دانون قلت لكم مع الشوكولات، صافي حيتهم فوق البوطه وجبتو هنايا باش نديرو فوق من باش نغطي لديك الكيكه الوجه ديالها. صافي هنا كنحاول نغطيها غير بشويه كيف ما قلت لكم البنات، تكون يعني خلي زربت عليها قبل ما لصقيتها وبديت كنغطي لها في الوجه، يعني الوجه ديالو كامل كيتهز يعني بالمعلقه كله مع كتكون باقا رطبه. هنا خليتها حتى نشفت. انا صراحه دهنت ليها الوجه ديالها ودهنت ليها حتى الجناب حتى هما دهنتهم ليها هنايا. صافي وغادي ندوز ليها، انا دوزت ليها شويه ديال الكاوكاو من الجناب، نتوما تقدروا تفينيو باش ما بغيتو. هنا خديت شويه ديال الشوكولات ودوبته مع الحليب. صراحه الشوكولاته البنات كان باقي صيح ما بردش مزيان باش يعطيني داك الديكور اللي غندير ليه، يعني زربت عليه. نتوما من الاحسن خليوه حتى يبرد الشوكولات وعاد خدموا به. هنا كتبغي ندير بحال ديك الطريقه ديال تميلفاي. ساعات البنات كان الشوكولات يعني سايح، كان الشوكولات يعني باقي سخون مع الحليب. صافي ودارت يعني دارت على الكيكه كامله، يعني ما عطاتنيش داك الشكل، ولكن حتى هكا عطات يعني صراحه شكل زوين. نتوما من الاحسن خليوه حتى يبرد، خليوه حتى يبرد، يعني عاد خدموا بيه. انا خدمت به هو سخون، كان يعني كله كيف ما كتشوفوا، يعني واخا درتو على شكل حلزون ولكن ساح فوق من الكيكه، يعني ما عطاش داك الشكل اللي بغيت انا، ولكن عطا شكل زوين. صافي هنا كنبقى نخططها بداك العود، كندي هكايا وكنجيب غير عشوائي صافي. ومن بعد البنات هكا درت لها شويه ديال الكاوكاو من الفوق. الصراحه شوفوا الديكور ملي ساح داك الشكلاط عطاها واحد الديكور يعني مزخرف زوين. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.